تخيلوا 1000 واحد بس ساكن هون، عشان هيك ما لقينا ولا بني ادم. هجموا علينا الكلاب، هروب، حتى الكلاب عرفوا انه احنا مش من هون. هاي جايز، اول مره تشوفوني مرحبا، انا اسمي سيري. ما تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. يلا نبلش الفيديو. اوكي، قبل ما نبلش قبل ما احكي لكم فكره الفيديو شو رح نعمل اليوم. بهاي الفتره بالمانيا في شيء اسمه 9 يورو تيكت، اللي هي ببطاقه 9 يورو بس فيكم تزوروا اي مدينه بالمانيا. تخيلوا، بالشمال بالجنوب بالشرق بالغرب، وين ما كانت فيكم تروحوا تزوروها حتى بدون ما تحجزوا ترين. يعني تطلعوا بالترين وبتروحوا على المدينه وبتزوروها وبترجعوا بس بال9 يورو تيكت. لانه انا طالبه هون بالمانيا، فحتى ما في داعي اشيل ال9 يورو تيكت، لانه بطاقه الجامعه بتكفي. فتخيلوا اني فيني ازور كل المدن اللي بالمانيا ببلاش. حطيت ليسته بتخوف للمدن اللي حابه ازورها، بس المشكله انه بعد تقريبا للبطاقه نص شهر لحتى تخلص. فلانه كان عندي امتحانات، فانا هلا كتير ضايعه، يعني ما بعرف اي مدينه لازم ازورها بالاول. بس خطرت لي فكره، ما بعرف اذا هي رح تكون غبيه، بس رح اخلي الظهر اللي هو هذا الاشي، ما بعرف شو بتحكوا له بلغتكم، بس انا بعرف انه هو ظهر. فرح اخلي هذا الظهر هو يقرر اي مدينه انا رح ازور، لانه ما عندي هذا الظهر هلا موجود بالبيت. فرح اروح على الماركت اجيب الظهر، ورح اخذكم معي على محطه القطار وفرجيكم بالضبط كيف الظهر رح يختار لي المدينه اللي رح اروح ازورها. خلينا نروح نشتري الزهر وافرجيكم شو رح نعمل ونبلش الفيديو، واخدكم معاي بهاي الفكرة اللي مجنونة غبية. خلينا نبلش. هلا جبت الزهر وهلا رايحة على محطة القطار عشان نبلش رحلتنا. بس احكي لكم شغلة عني، انه انا مستحيل اروح على مطرح بدون ما اكون مخططيت له. بدرس المنطقة اللي رايحة عليها عشان اكون بعرف كل اشي فيها، شو رح اشوف شو مش رح اشوف. فهلا رايحة على مكان حتى اسمه ما بعرف شو هي المنطقة، فما بعرف اشي مش متعودة عليه ابدا. فخلينا نشوف كيف رح يمشي الموضوع. هلا احنا بمحطة الترين، وهلا رح نرمي الظهر لحتى نختار باي بلاتفورم رح نطلع. بهاي محطة القطار في 9 بلاتفورم، وكل وحدة في عليها قطار، والقطار بروح على وجهة مختلفة. فرح نرمي الظهر ونشوف اي بلاتفورم رح نختار من هدول ال9. وين اخوي رح تبلش ورح تنقي لنا اي بلاتفورم رح نروح. خلينا نروح على بلاتفورم 6 لحتى نعرف القطار رايح لوين. جينا على بلاتفورم 6 ولقينا الترين رح يروح على برلين. برلين. واحد بلاتفورم 2. اوكي خلينا نروح على بلاتفورم 2 لحتى نعرف المنطقة رح نروح عليها. هلا اجينا على بلاتفورم 2، وهلا هذا هو القطار اللي رح نطلع فيه، أولزن. الترين بوقف باكثر من مدينه، فاحنا رح نرجع نرمي الزهر مره ثانيه بقلب الترين ونشوف على اي ستوب، على اي مدينه رح يوقف فيها لحتى ننزل. هلا طلعنا بالترين، وهلا رح نرجع نرمي الزهر مره ثانيه لحتى نشوف على اي محطه رح ننزل. رح ننطر لحتى القطار يوقف 8 مرات، ورح ننزل بالمحطة رقم 8. المحطة رقم 8 طلعت المنطقة اسمها سولتن ديك. بس هلا عم نشوف المنطقة، بس يعني الفيرست امبريشن، الانطباع الأول، شكلها قرية صغيرة. ايش اللي بضحك انه البلاتفورم اللي عندهم بالمحطة بس واحد، بس هاد يعني هالقد هي مكان صغير. فخلينا نروح نكتشفها. البيوت هو عبارة عن بيت وبعد عن بعض، وفيش ولا بني آدم على الطريق. هاي طلعت محطة الترين. هلا قاعدين عم نقرأ معلومات عن سولتن ديك عشان نعرف وين بدنا نروح، لأنه حاليا احنا الوحيدين بالطريق وفيش ولا بني آدم، والبيوت شكلها حتى مهجورة. ولا اكتشفنا انه عدد سكان هاي المدينة او هاي القرية 1000. تخيلوا 1000، يعني بنعدوا على الأصابع 1000، ويمكن يكونوا كمان بيقربوا بعض.
تخيلوا 1000 واحد بس ساكن هون، عشان هيك ما لقينا ولا بني ادم. تخيلوا احنا قاعدين عم نمشي بالطريق وحطلنا انه سولتن ديك بتخلص هون، بتبلش منطقة تانية، بس احنا حرفيا مشينا دقيقتين بالضبط ليك، وهناك كنا اخر الشارع، وهناك حاطلنا انه خلصت المدينة. يعني هاي هي بس هالبيتين، مبينة انها مهجورة، ما في حدا ولا حدا، حتى هناك في زي مطعم او كافيه صغير مسكرة. انا هاي الطريق بقلب البيوت، فخلينا نفوت نروح نشوف شو لوين بتودي. طلعت بتودي لحدا، لبيت حدا تاني، ف نرجع. حتى هون في جاست هاوس او شي زي هوستل او مكان، يعني زي اوتيل، بس مسكر، كل اشي مسكر، حرفيا كل اشي مسكر. حاطين خريطة للمدينة، حرفيا المدينة هي هياها، بس هون. قبل ما لقينا وحدة ختيارة راكبة بالسيارة، فوهي وماشي كان بس عين علينا تقول مين هدول الغرباء اللي جايين بالمنطقة هون. عم نشوف كيف بدنا نرجع، اكتشفنا انه بدنا ساعة لحتى نرجع على مكتبك، فاحنا هلا حاليا علقانين هون. لا الله يفرجها. بس خذوا لكم نظرة عن الطريق اللي عم نمشي فيه، اللي ما فيه ولا حدا. ليكوا هذا البيت حاطط فزاعة هون، وحدة ختيارة، عاملين فيلم رعب عشان ما حدا غريب يجي على المنطقة. هاي مبدئيا آخر المدينة، وفي حقل ذرة وخلصت. هيك بتكون طلعت الحصيلة البيوت 5. اوه هجموا علينا الكلاب، هروب التكتيكي. حتى الكلاب عرفوا انه احنا مش من المدينة. هلا اجينا على محطة الترين مرة تانية، ورح نرجع نرمي الزهر لحتى نعرف على اي محطة رح نرجع ننزل. 5. What's 5 in Arabic? 4 is 4. اوكي. اوه 5 يا برافو. عم بعلموني اخوي عربي، فبعطيها شهادة 101، صارت جيدة جدا. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك، رح يطلع صورتي هون، اكبسوا على علامة سبسكرايب، رح يطلع فيديو مفوت احضروا اذا مش حاضرينه، اكيد رح اشوفكم الفيديو الجاي. باي.